عن ابن عمنا علاء أبو تركي وزوجة ابن عمنا توفاها الله صباح هذا اليوم نبيل أبو تركي. الفاتحة. الله يرحمه ويغفر له. رحمة الله. شكر الله سعيكم. اختصارا بالوقت، الحاج علي عاشور هو من يتحدث، وهو كبيرنا ورئيس مجلس آل المسلمين، هو من يتحدث معكم، ونحن إن شاء الله سند للجميع على الحق. فأهلا وسهلا بكم مرة أخرى. هذا عم بحب يحكي تفضل بالمجال. والميكروفون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أولاً أعزيكم باسم هذه الجهة وعظم الله أجركم، وبطلب من الإخوة الجميع قراءة الفاتحة على روح رحمة الله عليه ولا أخبر على الإخوان. إخواني المسلمين ومستقبلين هذه الجهة جاءت إلى بيتكم من أجل أخذ عطوة أو اللي أنتم بتشوفوه على أثر الحادث السير اللي صار اللي راح ضحيته علاء رحمه الله، وإحنا جاهزين وحياكم. حياك الله. خلي معك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرة أخرى نرحب بالجهة الكريمة كل باسمه واسمه ولقبه. أهلا وسهلا بكم دائما قائمين تقريب وجهات النظر بين الناس، باذلين جهدكم ليلا ونهارا وحسن اي خلاف بين الناس في الامر. فاهلا وسهلا بكم. الامر طبعا هو حادث لنا، ولكنه قضاء وقدر، ونحن نؤمن بالقضاء والقدر، وهذا ما كتبه الله سبحانه وتعالى على قلبنا. فلم يبقى من عمره أي وقت، لا ساعة ولا ثانية، وهذا قدر الله والحمد لله على كل حال. أهلا وسهلا بك يا كريم. أعطونا البسمة. أبو علي أهلا وسهلا. أعطونا الثمار والأشعار. أعطونا 5000 دينار مصاريف. 10 ولا 5000 دينار مصاريف. ما دام ماشي مصلحة عد يعني
ونهي الأمور إن شاء الله في مصلحة الجميع في أفضل السنة. إن شاء الله لا نهمل هذه حصل أمور هيك يمكن أن يكون الأمر في كل وقت منتهي. أهلا وسهلا فيكم، حياكم الله عطوة سنة يعني من 11/7/2024. أهلا وسهلا فيكم والمجال مفتوح إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد عبده ورسوله. إخواننا، هذا الديوان العامل بأهله، هذا الديوان اللي جلسنا فيه مرات ومرات عديدة، بالكرم والطيب والعفو عن الناس. هذا الديوان ديوان الشهداء، ديوان الأسرى، ديوان الناس المحترمة، وأشهد أنكم محترمين. إحنا يا إخوان عشمنا في هذه العائلة الطيبة والعائلة الكبيرة، عشمنا كبير. أولا هذا حادث قضاء وقدر، ولا راد لقضاء الله، وكل نفس ذائقة الموت. وإنه تعرفوا إنه ما بينكم وبين السائق أي إشكال أو أي عداوة. الحمد لله رب العالمين إنه حادث سير، ونحن نؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره. إحنا أمل الجاهة وأمل لأجل الناس اللي أجوا في العائلة الطيبة، في الناس المحترمة، إنه إحنا ننهي اليوم، لأنه أولا وأخيرا بدنا ننهي. ليش الخليل هدناه بكرة وأملنا فيكم كبير، وإن شاء الله إنه يا حج علي وإنتم كبار العائلة وأفراد العائلة المحترمين، إنه ما بنقدر نغير، ما بنقدر نغير في قضاء الله. وبارك الله فيك. أهلا وسهلا بالجميع. أنا كما قلت أول شيء إحنا ضمني أسلوب إعطاء العفو كان لا في كلام ولا في بالعكس، بالعكس هذا الخطة دائما الفضلي. رحنا في عدة أمور في يطا، والله يطا بيت الكرم وبيت الجود، وحنا لما رحنا يطا ولقينا أي شيء يتعكر بالصبر. بالعكس احنا كل يطا مش دار الحمى بس، احنا بالعكس دار المسلمين بالذات حارة واحدة كمان، حدود بالأراضي وكل شيء. فإحنا في أمور بس إن شاء الله في ظرف قريب إن شاء الله يصير خير. بس إحنا بناخذ أول سنة على أساس في أمور لابد من اكتمالها، كل واحد يبقى واحد، وزي ما قلنا هذا قضاء وقدر وما فيش شيء. وأهلا وسهلا وحياكم. والله لا ننكر يا حج علي، لأنه الحال واحد وأنتم حال واحد، اللي تعطيك إياه لا ننكر، لكن الشيء إنه لما هالوجوه الطيبة وهالجمع الكبير في مصلى على النبي، أعتقد إنه للذكر اليوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في الواقع لم نحضر عطاوة، إلا أنني كنت مسرورا بالأخ الذي لم يدع مجالا للنقاش والجدل ولا لأي حديث مقال. أنا أرى أن هذه السمة الطيبة التي أعطيتموها للجاه وللمحافظة بشكل، إذا في إمكانية إحنا جاهزين كجاهة أن نكمل ما يطلب منا. إحنا جاهزين كجاهة نعطي ما يطلب منا في هذا الوقت، وكفى الله المؤمنين القتال، لا التأجيل ولا الشهر الجاي ولا السنة الجاي. والله يرحم من توفاه الله، والله يرحم شهداء فلسطين كلهم،
وانتم عارفين انه الاوضاع الموجوده اوضاع سيئه للضفه وفي فلسطين بشكل عام. اهلا وسهلا بكم مره ثانيه. يعني لما الحاج علي قال لكم احنا بدنا نكون مع سنه، اول شيء بنتمنى خلال هالسنه هاي ما يصير سوء لاي انسان فينا، وحتى كمان التواجد والحضور والوجوه الطيبه حلو كمان نشوفها الله تعالى وعمره خير. احنا ما عندنا اي شيء باتجاه اخواننا آل ابو سمره ولا باتجاه اي واحد من الرجال الكريمه، لا سمح الله لا سوء فهم ولا تربص للاحداث. اللهم يعني الامور وحكاها الحاج علي ما بين الصدور، انه ان شاء الله خلال السنه واسمه عقد سنه، بس يمكن اقول لك بعد اسبوع تعال او بعد شهر تعال. فانا شخصيا بشوفها قد يكون لصالح الجميع. ليش؟ لانه عدم المؤاخذه هيك اذا بدك تعمل طيبه، واحنا ما بنقول عن الطيبه شيء لانه طيب سيد الاحكام، بنقول حياكم بس يمكن تدفعوا شيء انا بدي اسالكم، يمكن تدفعوا شيء اقل، يمكن تدفعوا شيء اكثر. بسم الله والحمد لله. كفيته حتعيد. بسم الله والحمد لله. كفيته ووفيته، ولولا عندك ما تراه مناسبا لهذا التأديب البسيط، احنا ان شاء الله على موعد قريب نشوف بعض شرطة ثانية عشان نعيش، وأمانة الله عزاءنا عظيم في هذا الشهر الرائع، وخلق الله عليكم وبارك الله فيكم وشكرا لكم. وبنحاول نعيد مرة ثانية. ما حدا بفوت هذا الديوان إلا بالطهارة. الله وسلم دائما إن شاء الله. لا هم الحاكمين ولا هم احنا كنا من نبصح بكره بتيجي على المدرسه. مقرر